البنت هذه اخضعت اي شو سبيد يا اخوان 3 مرات. شوفوا جلدته الجلد. لا تتوقع يا اخوان ان الادميه ذي كبيره او معضله ترى. طبعا اي شو سبيد جاء اليو اف سي وقابل مين؟ قابل اليكس بيريرا اللي قتاله يا اخوان يوم 5 اكتوبر مع مطوعنا محمد انكلايف. حلوين. فجاه قالوا الاي شو سبيد نزل لك بنت تجلدك. قال يا ابوي تجلدني مين؟ طبعا نزل للبنت هذه يا اخوان اسمها فينيسا. فينيسا هذه لا تتوقع انها معضله او كبيره يا اخوان، وزنها 52، طولها 157. طبعا اخضعته 3 مرات. والله يا اخوان خلته يعض الارض. شوفوا هنا قاعد يحاول. لا شوف ايش تسوي له. طبعا اي شو سبيد انصدم لانه هو اكبر يا اخوان واقوى، وكان يقدر يقلبها يمين ويسار، لكن كل مره يقلبها الا انها تطرحه او تخضعه. يقول انا كل ما اخش امسكها احس كاني دخلت فخ. وهذا يا اخوان هو فن الجيجيتسو. الجيجيتسو يا اخوان فن، لو انت على ظهرك انت الخطير، لو انت في الارض اعرف انه انت السفاح. طبعا زي اي رياضه الجيجيتسو برضو يعتمد على الاوزان، لكن اذا انت خبير في الجيجيتسو او عندك حزام اسود، اذا واحد جاء ما عنده اي خلفيه عن الجيجيتسو تقدر تطرحه بالراحه. انه يعتمد اكثر شيء على التكنيك والتكتيك ومتى الدخله ومتى الخارجه وكيف الاخضاع. طبعا البرازيليين بشكل عام هم ملوك الجيجيتسو. هذا ملك الكوره ما له صلاح. طبعا شفنا ابطال كثيرين يستخدموا فن الجيجيتسو، منهم تشارلز اوليفيرا اللي عنده اكبر نسبه اخضاعات في تاريخ اليو اف سي كامله. ونرجع لموضوعنا هنا يا اخوان. اليكس بيريرا قتاله مع محمد انكلايف يا اخوان يوم 5 اكتوبر، 4 اكتوبر بتاريخ امريكا، 5 اكتوبر بتاريخ السعوديه. فولو لايك اذا حاب تعرف كل جديد في عالم القتال. السلام عليكم.